مساء كهانة وسعادة ورضا. محتارة زي حالتي كده، هتطبخي ايه؟ تجيبي كيس الدقيق بتاعك، يعني كيلو دقيق اي نوع متعدد الاستخدامات، وتجيبي العجينة بتاعتك او تجيبي الطبق اللي هتعجني فيه. عادي جدا خالص، جدا جدا، وكله ايزي يا عزيزي. تمام تمام. وجبنا كمان حبة لبن محترمين، قيمة حوالي كوبايتين، كوبايتين ونص كده. وكمان حطينا معلقتين كبار من السكر. وكمان جبت التليفون حطيته في الطرحة وتقعدي ترغي، دي برضك من ضمن الوصفة. وكمان حطيتي نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الملح، وحطيتي معلقتين من الخميره او معلقه ونص من الخميره علشان الجو برد. تمام تمام. وعدد 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، ما تجيبوش من التلاجة، احنا في البرد. الحاجه كلها بتاعت العجينه لازم تكون دافيه. تمام تمام. وكمان سخنا اللبن بتاعنا كده، واديله ادي بقى في قلب العجانه لحد ما كل دقيق كده يظبط مع بعضه كده والعجينه تكون على حسب ما انت عاوزاها بالظبط. تمام تمام. هنشوف دلوقتي العجينه بتاعتنا عملت ايه وعملت ازاي. جبنا حبه ميه صغيرين وزودناهم، بس يعني هي كان ممكن على فكره ما تحتاجهمش، بس مفيش اي ادنى مشكله، من 3 4 معالق ميه، مش كتير. تمام تمام. هنشوف دلوقتي العجينه معانا عامله ازاي، وهتكون بتلزق في ايدينا كده شويه اهو، بتتفرم مع بعضها كده، كل العجينه اتلمت مع بعض، كل الحاجات اللي احنا حطيناها والسوائل اللي احنا حطيناها اتلمت مع بعضها. ودي العجينه اللي احنا عايزينها. هنديها كمان برضو ضربتين علشان عايزاها زي الملبن معايا كده. حطيت حوالي 3 معالق من الزيت او 4 معالق من الزيت، وهسيبها كده لحد ما تلف خالص مع بعضها كده، الزيت مع العجينه. و يعني بعرفها، يعني بقول لها خلصي خلصي يا حبيبتي الله يهديكي. تمام تمام. دلوقتي بقى هنشوف العجينة عايزينها ايه، ملزقة شوية كده في الايد. بتطلع اهي بس شوية، يعني ملزقة شوية اهي. تمام كده. كمان ضربتين كده. وهنشوف دلوقتي النتيجة بتاعت العجينة بتاعتي. الفيديو ده معاكم من اول ما حطيت المقادير ومن اول ما حطيت كلها، لان في ناس بتقول لي يا احلام ال- العجينة بتاعتي ما بتظبطش. اقسم بالله انت لو عملتها بنفس الطريقة هتاكلي اصلا العجينة من غير حشو. العجينة نفسها بقى طعمها جميل جدا، بتبقى هشة وتحفة جدا. غطينا عليه بقى لحد ما خمر، ما غابش بصراحه معايا في الخمر، علشان مزوده له الخميره شويه. وقطعناها كده ثلاث قطع. وهبدا. تمام كده. جبنا بقى جبنا الصينيه بتاعتنا، دهناها زيت، وهنبدا نفرد عليها اول قطعه. بس انت ساعه ما بتتعاملي مع العجينه، اي مرحله للعجينه يا ريت تسيبيها لحد ما تهدى شويه. مثلا قطعت عجناها سيبناها تخمر، قطعناها سيبناها ترتاح، بططناها سيبناها برضو ترتاح. عايزه توصلي للنتيجه المطلوبه اللي انت عايزاها في العجينه بتاعتك، لازم العجينه بتاعتك ترتاح من تبطيطك ومن من حركتك فيها ومن كل حاجه. فردنا العجينه بتاعتنا كده ما شاء الله. البيتزا دي هعملها محشيه، هعملها يعني ايه، بيتزا محشيه كده من النص، واحط عليها طبقه كمان، وكمان هديها الوش بتاع البيتزا بتاعها من على من اللي هو الايه، من الوش يعني. جربي البيتزا بتاعتي بالطريقه دي، اقسم بالله هتدمنيها، هتحس اصلا انت ما بتاكليش بيتزا بره خالص. يعني بيتزا بره دي كوم، والبيتزا اللي هتعملها بنفس الطريقه دي بنفس الصينيه دي، كأن بصي كوم تاني خالص، بتوديكي في حته تانية خالص. وما بتعرفش اصلا انت بتاكلي ايه. يعني انت بتاكليها بقى كده، كل قطعه فيها محشيه، كل قطعه فيها لها طعم تاني، حاجه ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا. كان معايا لحمه مفرومه متعصجه كده، متعصجه في الفريزر. طلعتها واديتها كده رشه من الجبنه الرومي المفرومه، كنت فرماها برضو في الكبه، وكان دول اخر حبه كده، فقلت اما اخلص عليهم على الصينيه. واديتها كمان رشه من الجبنه الموتزاريلا. وهبدا ابطط الطبقه التانية اللي احطها فوقها، وهعمل نفس الخطوات دي على الوش. تمام تمام. هجيب العجينه بتاعتي زي ما قلت لكم وافردها، وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. والزوايد ده هشيلها، هشيل الزوايد دي احطها في التانية علشان تعمل معايا صينيه برضك بنفس الحجم. بس الصينيه التانية هعملها بحشو مختلف، وهعملها بطريقه مختلفه، وحبوها برضك بنفس الطريقه التانية دي، حبوها جدا وقالوا طعمها حلو جدا. يعني ما شاء الله الطريقتين اللي احنا عملناهم النهارده عملوا معايا صينيتين حلوين جدا، كفونا ما شاء الله اللهم بارك كلنا. وكان معانا عندنا ناس كمان اكلوا منهم اللهم بارك. واللهم صل على النبي.
او كنت اقول ايه، اقسم بالله نسيت. كفتنا يعني ما شاء الله اللهم بارك وفاض كمان. تمام تمام. ادينا قفلت كويس جدا من الجنوب، وهبدأ اظبطها كده. ايوه، قفلي 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 قفلي، وبالشوكه واديها كام تخريمه كده علشان ما تقبش معايا. وبرضك هترفع لو سبتها شويه هترفع، والتخريمات دي برضك ممكن تقفل معاكي يعني عادي جدا. جبنا اللهم صل على النبي طبق كمان من الصلصه، ولو عايز تحطي بقى في حاجات نيه حطي، بس انا اولادي ما بيحبوش الحاجه النيه، يعني ما بيحبوش الطماطم والبصل والفلفل نيه على البيتزا. احطها اعملها كلها في قلب التعصيجه، اعمل اكتر زي ما انا عاوزه، بس بشرط تكون الخضار معايا مستوي. تمام تمام. اديتها كمان طبق اهو، و انا مش عارفه ما كملتش ليه، بس على ما هتشوفها وهي مستويه. دي التانية بقى معايا. بعد ما فردتها كده هديها كمان بقيه الصلصه اللي موجوده معايا. الصلصه دي انا عاملاها بتوم وتوم او بصل زي ما انت عايزه، والطماطم بتاعتك، وكمان بقى بزود لها بهاراتك وبابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره، واسيبيها لحد ما تتسبك كده على النار، وهتطلع معاكي صلصه حلوه جدا. ممكن تجيب الصلصه الجاهزه، وادانا لهم بقى وش حلو وتحميره حلوه كده. وده كان الوش معانا زي ما قلت لكم. دي اللي هي المحشيه هنشوفها مع بعض دلوقتي. واللي هناك دي حمرت عليها بانيه وقطعته كده قطع صغيره، وكمان اديتها رشه من الجبن. وكانت بس دي معايا. شايفين الجمال ده بقى؟ بصي تحفه، جربيها وادعيلي. ما تنسوش لايك وشير الفيديو. بحبكم في الله.